هاي ديالك يا لاله العكز ونوضي وجدي معايا واحد البطيبيطات. ليش نقول لك راه غير من نظرك كيبانوا غزالين وجاو رطيبين ومزيونين، بطيبيطات لي واعرين صراحه دادين. ونوضي حيدي لك العكز ونوضي معايا نوجدوا هذا البطبوط هذا. ولكن قبل ما نبداو ما تنسايش دعمي خويتك واحد لايك واشتراك، بارطاجي الفيديو باش يشوفوه الناس، دعمي لي القناه باش تزيد القدام ونبقى دائما نلوح لكم الجديد. نبداو على بركه الله. كيف ما كتلاحظوا احبائي جبت القصريه، نزلت الزلافه الاولى ديال الفورس عفوا فورس الحرش. اللي عنده الفورس رطب حتى هو يضيفو، عندك الفينو زيد واحد زلافه ديال الفينو. مهم انا داكشي اللي عندي في الدار نط كنقاد به، نتوما داكشي اللي متوفر عندكم ديروا. هنا كيف ما كتشوفوا راني دايره الفورس الحرش ودرت جوج ليف ديال فرينه وزلافه ونص ديال فورس الحرش. مهم غادي نزيد واحد زلافه هذا عفوا معلقه الخميره. كيف ما كتلاحظوا راني ما دايرهش بزاف الطحين عليها، راني درت غير معلقه. نتوما كتزيدوا الكميه وكتزيدوا كميه راه على حسب عينكم ميزانكم. السنيده ما عنديش تسالات لي درت المهم شويه السكر على اساس باش يتحمر دغيا، باش ما يبقاش فيه، مهم باش يجي محمر البطبوط يجي زوين. غنزيد الملحه على حسب الذوق، كل واحد كاين اللي كيبغي ينقص الملحه، كاين اللي تيبغي الخبز يكون بنين. مهم الملحه على حسب الذوق. ايوا لاله غادي نجيب الماء دافي يكون شويه دافي ونبدا نعجن. ايوا صافي كيف ما كتلاحظوا غنجيب الماء دافي وغادي نبدا نكب في الماء. انا كنخلط هنا. غنبدا اول حاجه السكر ها هو دغيا كيذوب دغيا، غادي ندوبو نبرك عليه بيدي هكذا هو يذوب دابا. ايوا صافي ها انا ذوبته صافي. غنبدا نخلط الخميره والملحه وداكشي، غنبدا نزيد في الماء ونعجن حتى نسالي العجينه ديالي كامله بهذه الطريقه وصافي. المهم هانتوما معايا، انا غادي نخلي الكاميرا دايزه ما غاديش نوقفها باش تشوفوا الخطوات ديال العجينه كيفاش باش كيجي هاد البطبوط مفخفخ. كيف ما كنقولوا خصو يكون مطلوقه العجينه ديالو بحال ديال الشفنج، لان كيجي بطبوط اسفنجي كيجي طايب في الزيت كيجي لذيذ صراحه. واحد البطبوط غزال غير جربوه وردوا عليا. مهم انا كنزيد في الماء وكندلك، كنزيد في الماء وكندلك العجينه. حاولوا ما تقصحوهاش، خصها تجي مطلوقه لاكثر درجه. نتوما غتشوفوني انا في الاخر العجينه ديجا مطلوقه كتلصق لي في يدي، باقا كتلصق وكنزيد الماء وكنزيد ندلك. كيف ما كتلاحظوا انا من بعد ما دلكتها مزيان يعني راها مطلوقه، عرفتي راه شبعانه ما كيف ما كتلاحظوا شو كتلصق. المهم في الاخر غدهنوها بشويه الزيت وتغطيوها وتخليوها هنا. من بعد ما كتخمر كيف ما كتلاحظوا ها هي خمرات. المهم غنبدا نقطع في المهم على حسب بغيتو ديروهم صغارين، بغيتو متوسطين، بغيتو كبارين على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. انا هنا درتهم متوسطين. المهم غنبدا نقطع قياس ديالي، نشد العبار ديالي نقطعهم كاملين نحطهم على جنب. هنا من بعد ما ساليتهم كاملين غنحيد القصريه ندوز على جانب
غنزيد شويه الفورس فرينه. المهم حاولوا انكم ديروا فرينه من الاحسن، لانني انا صراحه ما كنديرش الفورس اولا الفينو. اللي عنده الفينو يقرص هذا بالفينو. هي الدقريصه ما كتقرش عفوا لا بفورس لا بفرينه لا حتى شي حاجه، كتقرص بالزيت. هانتوما غادي تلاحظوا معايا وغادي تشوفوا. هنا غادي نلولبهم كاملين، ندوزهم على جنب ونقرص وحده ونخليها تطلق بد ما تسخن لي المقله. المهم غتجيبوا واحد الزلافه ديروا فيها شويه الزيت حداكم، لان غادي يبدا يتخبز ويديكم مدهونه بالزيت. هانتوما المهم تبعوا معايا الطريقه. ممكن نتوما تخليوه غليوط شويه على هذا انا درتو جا رقيق شويه. بالحق الا بغيتو يجي بحال البيني ديروه شويه هذا يكون غليظ. هنايا كيف ما كتلاحظوا انا رشيت المقله هي الاولى وعاود حطيت هذه البطبوطه عاد وليت رشيتها ثاني بالمقله. ايوا هنا كيف ما كتلاحظوا ها هي ما قلبتها حتى بدات كتطلع في الفقاعات، ماشي غير ميتها وقلبتها. المهم هانتوما كتشوفوا تنفخات شوياش. المهم هي طابت زولتها، هي اخرى هي رميتها. شوفوا الطريقه كيفاش كنخبز. تطلعوا دوك الفقاعات عاد انا قلبتها. والزيت ضروري، راه ما كيبانش انني كنرش الزيت ولكن كنرش الزيت. هو شفتوا راني كنرش الزيت ضروري. نتوما كتخبزوا نتوما كترشوا الزيت. هنا بالمناسبه انا كنخبز والمرا كي طيب باش غادي نعمر شي براد تاعي على حساب باش ندوزو. عرفتي كيفاش كيجي هاد البطبوطه البنات؟ والله الا كيجي رائع غزال بزاف. غير عملوه صراحه راه كيجي غزال، كيجي فنان. المهم هانتوما ها هي. المهم صافي دابا غادي نتبع بهذه الطريقه تنساليهم كاملين. عاد نرجع لكم، ما يمكنش نخلي الفيديو دايز لان الوقت غادي يبقى يضيع بزاف وغيجيكم الفيديو طويل بزاف وممل. هانتوما كتشوفوا البطبوط ها هو البراداتي راه هو كيتشحر. نسالي الخبيز ونرجع لكم. ايوا يا سيدي هنايا ها هما كما كتلاحظوا انا ساليت الخبيز. شوفوا كيفاش كيجي بطبوط رائع يا سلام، وكيجي رطب 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 ما نقولش لكم. عرفتي غير تحطوه بيديكم كيذوب في الفم بصراحه كيجي غزال. دهنوه بشي زبيده الا عندكم من الاحسن زبيده بلديه راه كيجي غزال وحق الله لا كيجي فنن مشهيتكم فيه. المهم تبعوا هاد الطريقه اللي وريتكم انه تلقوا العجينه واخا ما تدلكوهاش، غير تلقوا العجينه خليوها تبقى تجي مطلوقه. صافي هنايا ها هو كيف ما كتلاحظوا غندير عليه شويه العسيله. وكلوا بالصحه والراحه وشكرا بزاف. الا وصلتوا حتى لهنايا ما تنسونيش من لي لايك، دعموا لي القناه ديالي. انا القناه راه طاحت بزاف الصراحه، خصني ضروري تدعموني. لايك اشتراك خليوا لي شي تعليق ما كرهتش. المهم هنايا هانتوما تشوفوا انا كندير العسل وشوفوا الرطوبه ديال البطبوط كيفاش كيجي. انا غادي نهزو غادي نجمعو بيدي وغادي نوريه لكم. بصراحه راه جا كيشفنج قسما بالله لا جا رطب جا غزال. عرفتي تاكلي تما تحسي بحال كتاكلي في شنقول لك. المهم الصراحه راه زوين وخنشكر فيه حتى انايا ما غاديش نقول لكم. هانتوما شوف كيفاش كيشفنج كي البونجا ما يعني صراحه غزال بزاف والله العظيم. غير جربوه وكلوا بالصحه والراحه. يلا مع السلامه، نتلاقاو في